وقت دول حوالينا بتنهار وحروب بتشتغل واقتصاد عالمي بيتقلب كل يوم، في سؤال ناس كتير بقت تسأله: ازاي مصر لسه واقفة؟ وازاي رغم الضغط الاقتصادي والأزمات اللي حوالينا الدولة لسه بتبني وبتتحرك؟ هل فعلا مصر قوية ولا احنا بس بنحاول نقنع نفسنا بكده؟ النهاردة هنتكلم بصراحة من غير شعارات ومن غير لف ودوران. هنتكلم عن دور مصر السياسي ودور مؤسسات الدولة والجيش، التطوير اللي بيحصل والتحديات اللي تهم الناس والتحديات اللي الناس عايشاها فعلا، والأهم هنحاول نفهم احنا رايحين على فين. بص حواليك كده هتلاقي ان المنطقة كلها متوترة، غزة والسودان والبحر الأحمر، أزمات اقتصادية وضغط عالمي على كل الدول تقريبا. وفي وسط كل ده مصر موجودة في قلب المشهد، ودي نقطة ناس كتير مش واخدة بالها منها. الدولة القوية هي اللي صوتها عالي دايما، الدولة القوية هي اللي عارفة تتحرك امتى وفين وازاي، وتتكلم امتى وتمسك أعصابها امتى، وده اللي مصر بتحاول تعمله بالفعل. خلينا ناخد موقف غزة كمثال. من أول لحظة ومصر كانت طرف أساسي في المفاوضات ومحاولات التهدئة. في ناس كانت متوقعة أن الدولة تتحرك بالعاطفة والانفعال، لكن إدارة الدولة مش بالسوشيال ميديا. الدولة عندها حسابات، أمن قومي، حدود، اقتصاد وعلاقات دولية، وجيش لازم يحافظ على الاستقرار. ودي نقطة مهمة جدا، لأن الحماس سهل لكن الحفاظ على دولة فوق 100 مليون واحد هي دي اللي صعبة ومسؤولية ضخمة. تخيل دولة محاطة بملفات ملتهبة من كل اتجاه، وفي نفس الوقت مطلوب منها تفضل مستقرة وتبني وتتحرك. وده يفسر ليه مصر دايما ماشية بخطوات محسوبة وثابتة. نيجي بقى للنقطة اللي الناس كتير بتختلف عليها: التطوير والمشروعات. في ناس لما تسمع عن مونوريل أو كوبري بيتبني أو طرق، قطار كهربائي، مدن جديدة، تقولك واحنا مالنا بالكلام ده. لكن الحقيقة إن أي دولة حديثة لازم يكون عندها بنية تحتية قوية. يعني إيه بنية تحتية؟ يعني طرق تربط المحافظات، مواصلات أسرع، استثمار يدخل وزحمة تقل، ومدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية. يعني ببساطة كده تبقى الدولة قادرة تتحرك. المونوريل مثلا مش مجرد شكل حديث وخلاص، فكرته انه يربط مناطق جديدة بالقاهرة والعاصمة بطريقة أسرع، ويخفف الضغط والزحمة، ويحقق شكل مختلف للنقل في مصر. وهنا الرسالة المهمة: الدولة مش بس بتتكلم عن المستقبل، هي بتحاول تبني الدولة. ولكن خلينا نتكلم بوضوح وبصراحة. هل الناس حاسة بضغط اقتصادي؟ هل الأسعار مرهقة؟ هل في مواطنين تعبانين؟ طبعا، ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. بس السؤال هنا: هل الدولة واقفة مكانها ولا بتحاول تتحرك رغم الضغط؟ وده الفرق الكبير، لأن في دول حصل فيها أزمات فوقفت تماما، لكن في مصر لسه في شغل، لسه في مشروعات، لسه في تطوير، ولسه في محاولة للحفاظ على الاستقرار. وده مش معناه ان كل حاجة ماشية مثالية، لا، في اخطاء وفي مشاكل وفي حاجات محتاجة تتحسن، وده طبيعي في دولة بالحجم ده. لكن المهم هنا الاتجاه ده رايح فين. خلينا نتكلم بصراحة اكتر. في منطقة زي الشرق الاوسط الامن فيها مش رفاهية،